تخيل لو حياتك كلها ممكن تتغير بعادة واحدة بس. مش لازم يكون عندك $1,000,000 ولا لازم تكون أذكى واحد في الدنيا. أحيانا كل اللي محتاجه هي خطوة واحدة، عادة بسيطة لكن ثابتة. أنا ما كنتش متوقع أبدا إن العادة اليومية دي مدتها 10 دقايق بس هتخليني شخص مختلف تماما. كنت إنسان مشتت، كل يوم بصحى متأخر، دماغي مليانة أفكار سلبية، عندي طموح بس ما كنتش بعرف أبدأ. كل يوم يعدي أحبط أكتر من اللي قبله. بحاول أبدأ في مشاريع، أتمرن، أتعلم، لكن مفيش استمرارية. وكنت دايما بلوم الظروف، مفيش وقت، ما عنديش دعم، محدش فاهمني. لحد ما في يوم شفت فيديو بسيط قال فيه ابدأ بيومك بشكل مختلف وراقب حياتك هتتغير ازاي. ما كنتش فاهم ساعتها ابدأ ازاي ولا اعمل ايه، بس انا قلت لازم اتحرك، مش هفضل قاعد كده. الناس كلها بتتغير الا انا، لازم اقوم واتغير. قررت ساعتها اجرب حاجة جديدة. اولا صحيت الصبح بدري، بقيت اصحى الصبح بدري، اصلي الفجر وابدأ اشوف يومي بيقول لي ايه. كل يوم الصبح امسك ورقة وقلم واكتب 3 حاجات بس. 1، ايه اخبار علاقتك مع ربنا، ايه الدنيا في الصلاة. 2، ايه اهدافك النهاردة. 3، ازاي اكون شخص افضل من امبارح. كانت حاجة بسيطة جدا بس حسيت بفرق من اول اسبوع بجد. يمكن تلاقي اول يوم مش كويس، تاني يوم مش كويس، تالت يوم نفس اللي قبله، ده طبيعي. بدأت احس ان دماغي بتترتب نفسها، الافكار السلبية قلت، بقيت عندي رؤية. ما كنتش عارف إن الامتنان ممكن يفتح باب الرضا، وإن التدوين يحفز المخ ويشتغل. بقيت شخص ملتزم بحاجات كتيرة جدا، زي الرياضة، القراية، علاقتي مع ربنا، تنظيم وقتي. ولقيت إني ببدأ يومي وأنا عندي سيطرة بكل تفاصيل حياتي، مش تايه زي زمان. بعد شهرين من الاستمرارية علاقتي بقت أحسن، لأني بقيت شخص متزن ومتفاهم أكتر. بطلت التسويف تماما. قريب جدا هبدأ مشروعي الخاص بيا، ده لو ما كانش في بعض الأيام الجاية. وثقتي في نفسي زادت يوم بعد يوم. واللي مش طبيعي إني بقيت أحب الصبح. أنا اللي كنت بصحى متأخر ومكسل بقيت أصحى الصبح، أبدأ أصلي الفجر وأبدأ أشوف يومي. طيب ليه العادة نجحت بقى؟ الاستمرارية. حتى لو يومي كان زحمة كنت بكتب، حتى لو 5 دقايق، بشوف نفسي أنا عايز إيه الفترة اللي جاية. الأثر التراكمي. بعد 30 يوم أنت مش نفس الشخص اللي بدأت بيه، أنت اتغيرت 1,000,000%. العادة هي الاستمرارية، الاستمرارية، الاستمرارية في أي حاجة أنت بتحبها، وفي أي مجال أنت شغال عليه، أو أي مشروع. الخلاصة مش لازم تبدأ بعادة خارقة إنك تبقى شخص بوم في الأول، بس لازم تبدأ. عايز تغير حياتك، بص على يومك عامل إزاي، غير حاجة صغيرة وامشي معاها. ابحث عن العادة اللي بتحركك، مش بس اللي بتقرأ عنها. وأنا هنا مش عشان أقولك اعمل زيي، لأ، أنا بقولك عايزك تبقى أحسن من أي حد. اسمعني كويس، مفيش حاجة هتتغير في حياتك طول ما انت قاعد تتفرج وبتقول هبدأ بكرة. بكرة دي كذبة على هبدأ بعدين. عمره ما هيوصل لحاجة. أنا مش أحسن منك، بس أنا قررت أبدأ وأكمل وأتحمل. واللي عايز ينجح لازم يقوم ويتحرك ويكسر كل العادات اللي بتسحبه لتحت. لإما تبدأ دلوقتي أو تفضل مكانك باقي عمرك. والفرق بينك وبين الشخص اللي سبقك مش الذكاء ولا المادة ولا الظروف، هو تعب وانت بتأجل. قوم، مفيش وقت. سلام.